اتكلمنا في الجزء اللي فات على حكايات مصر مع كأس العالم في العصر القديم من أول 1930 لحد السبعينات، وعرفنا إن المنتخب طول الفترة دي اتأهل مرة واحدة بس وانسحب 7 مرات بكامل إرادته، وعارفين إن مصر مش هتصعد كأس العالم دلوقتي غير في مونديال 90 المونديال الشهير طبعا. فهنلاقي كده في فترة من الزمن محدش بيجيب سيرتها رغم إنها فترة مهمة جدا. أنا عن نفسي بعتبرها حقبة الإصلاح وتطوير الكرة المصرية من جميع الجوانب وإعادة هيكلة وبناء المنتخب، وهنا أنا بتكلم عن فترة بداية السبعينات لحد نهاية الثمانينات، وتعتبر دي الفترة اللي رجعت بيها مصر تاني على ساحة أفريقيا بعد انهيارات وانكسارات لمدة 15-20 سنة فاتوا. يعني بعد ما خرجنا من الحرب ورجعنا للرياضة تاني قدرنا نكون منتخب قوي وننظم أفريقيا مرتين على أرضنا، وحصلنا على بطولة منهم بعد غياب 27 سنة. وفي نفس الوقت الأهلي والزمالك ظهروا بقوة وبقوا أبطال القارة، وقبلهم طبعا الإسماعيلي. كل ده خلال الفترة دي خلى منتخب مصر قوي بالتدريج، وده يمكن أكتر وقت طلع فيه أساطير للمنتخب. يعني الوصول لمونديال 90 ما كانش بالساهل وكان محتاج شغل ومجهود على فترات كبيرة، وده اللي حصل في ال20 سنة دول، وأجيال بتسلم أجيال وأساطير بتطلع وأساطير بتعتزل. يعني منتخبنا مر بتجارب كتير قوي قبل البيلم بتاعت مجدي عبد الغني دي. كل ده كان نتاج ترتيبات ومجهود اتعمل في الفترة اللي محدش بيتكلم عليها، اللي المفروض تكون أهم فترة في تاريخ المنتخب والكرة المصرية، لكن كل ده ما كانش حد مهتم بيه. فموضوعنا النهاردة احنا ازاي بعد ما كنا هادين كل حاجة واخدين بريك من الكورة بقالنا 25 سنة ابتدينا نصلح ووصلنا للبيلين دي قدام العالم كله. فاحنا مش هنتكلم عن مونديال 90 المرة دي، احنا هنتكلم عن المحاولات اللي قبله. هي تعتبر محاولات فاشلة بس كانت بتساهم في خبرات اكتسبناها خلتنا نوصل للي احنا عايزينه في الاخر. المهم مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، احنا لسه مكملين في حكاية مصر مع كاس العالم، وده الجزء التاني ممكن نسميه الحياة ما قبل بيلين مجدي عبد الغني. صعبة وامكانية وجول مسار كورة سدد جول صلاح وابا الله الله يا بلاد الله. فوت عليك المحن وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان. بعد 20 سنة من مقاطعات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، منتخب مصر يقرر يشارك أخيرا في تصفيات مونديال 74 اللي هيتلعب في ألمانيا. المنتخب ساعتها كان تحت قيادة فنية ألمانية مع المدرب ديتمار كرامر، وكان معاه الحقيقة لعيبة مميزة أبرز ما فيهم فاروق جعفر وطاهر الشيخ وعلي أبو جريشة وعلي خليل وسيد عبد الرازق بازوكا. وبدأنا التصفيات دي في نهاية 72، يعني كنا لسه ما حاربناش وفاضل 10 شهور على شهر أكتوبر المجيد، بس ده تقريبا كان تمهيد لعودة الحياة بشكل طبيعي مع إدخال عنصر الترفيه على المصريين في حالة الحرب اللي احنا فيها دي، وبرضه تعزيز الوطنية من ناحية الجانب الرياضي لأن الناس كانت مجنونة بالكرة، وفي الفترة دي كانت الأمور هادية شوية في الحرب وكنا في وقت الخداع الاستراتيجي قبل ما نلسعهم على قفاهم في 73. التصفيات كانت 4 مراحل بنظام الذهاب والعودة طبعا، 3 أدوار إقصائية، اللي يخسر يخرج بره، والدور النهائي بيبقى مجموعة فيها 3 منتخبات، الأول فيهم بس هو اللي بيصعد لكأس العالم، ووقتها طبعا ما كانش فيه غير مقعد واحد لأفريقيا في كأس العالم. من الدور الأول لقينا قدامنا تونس وماتش الذهاب هنا في القاهرة. الماتش كان مولع بين الفريقين وبنقدر نخلصه 2-1 بالعافية، احنا اللي كسبنا يعني، وده كان فوز مهم لكنه ما يطمنش. وفي ماتش العودة من قلب تونس للأسف منتخبنا بيخسر 2-0 وبيودع التصفيات من أول مرحلة ونفقد فرصة التأهل لكأس العالم من بدري قوي. وهنا يعتبر أداء المنتخب المصري كان مرضي إلى حد كبير، بما إن إحنا موقفين النشاط بقالنا فترة وما بندخلش في التصفيات ومشغولين بالحرب والسياسة بقالنا سنين، فكويس قوي إن إحنا قدرنا نقف على رجلينا ونحاول ننافس من تاني. بعد ما خلصنا حرب 73 وانتصرنا بدأنا بقى نركز في الكرة بتاعتنا واستضفنا أفريقيا 74، وده كان إعلان رسمي مننا للقارة وللعالم كله إن إحنا جايين، وقدرنا نكون منتخب قوي عشان ندخل المنافسات بقلب جامد ونستعد للتأهل لكأس عالم 78 في الأرجنتين. منتخبنا في الفترة دي يعتبر الجيل الذهبي الأول، جيل ذهبي على قديمه، يعني مع اللعيبة اللي فاتت اللي ذكرناها زاد عليها إكرامي وعادل المأمور ومصطفى يونس ومصطفى عبده وحسن شحاتة ومحمود الخطيب وغيرهم تانيين على فكرة من الأساطير اللي لسه بنجيب سيرتهم لحد النهاردة. وكان بيدربنا في الأول مدرب ألماني اسمه بوركهارد بيب،
ما لقيتش عنه اي تفاصيل الحقيقه، بس ده مش مهم لان اللي كمل معانا التصفيات للاخر مدرب صربي اسمه دوسان نينكوفيتش. وبدانا التصفيات من الدور التمهيدي وكنا بنلعب اثيوبيا وكسبناها بسهوله جدا رايح جاي بمجهود فردي و5 تجوان من بيبو. في الدور الثاني بقى لعبنا كينيا على ارضهم هناك، بنعدي الماتش بالتعادل السلبي 0-0، وفي العودة على استاد القاهرة بنكسب بهدف وحيد سجله علي خليل ونصعد بالعافية للمرحلة الثالثة. وبندخل على زامبيا نكسبهم 2-0 هنا في مصر ونروح عندهم واحنا مطمنين، وبالعقل وبالهداوة بنتعادل 0-0 برضه ونتأهل لأول مرة للمرحلة النهائية في التصفيات، ودخلنا في مجموعات التأهل أو في الدورة الثلاثية اللي بيصعد منها واحد لكأس العالم. كان معانا نيجيريا وتونس، ومن أول ماتش كده قدام نيجيريا بنخسر خسارة تقيلة قوي 4-0 مرة واحدة. دي تعتبر أتقل هزيمة للمنتخب في تاريخ التصفيات كله، اللي يجي بعدها لما خسرنا من إيطاليا 5-1. لكن كان في فرصة لرد الاعتبار بعد أسبوعين هنا في القاهرة، ماتش العودة يعني. بالفعل المنتخب بينتقم وبيكسب نيجيريا 3-1، ويبقى كده خسر نقطتين وكسب نقطتين. وهنا المنافسة المباشرة هتبقى مع تونس اللي كسبت نيجيريا الناحية التانية، ويبقى الترتيب بالشكل ده. ولسه طبعا لينا ماتشين مع تونس، هم دول اللي هيحسموا الصعود. وبعد ماتش نيجيريا اللي كسبناه بشهر يجي ماتش مصر وتونس، ماتش تاريخي على استاد القاهرة، يعتبر نهائي عربي افريقي قوي جدا ما اتعملش قبل كده، لان تصفيات افريقيا زمان كأنها بطولة، عشان زي ما قلت واحد بس اللي بيصعد لكأس العالم. الخناقة على المونديال مفيش هزار. وبعد السسبنس وتعب الأعصاب بينتهي الماتش العصيب ده بمكسب لمنتخبنا 3-2، وبنقرب خطوة لكأس العالم. يكفينا بس التعادل هناك في تونس ونصعد مباشرة للمونديال، ويمكن دي أكتر مرة نقرب قوي من كأس العالم، والمرة دي منسية محدش بيتكلم عليها كتير. المهم ان منتخب تونس قرر ما يتنزلش عن كاس العالم المره دي كمان، وبيكسبونا على ارضهم 4-1 في ماتش كان غير متكافئ. التوانسه عملوا ماتش عالي قوي علينا، افترسونا وصعدوا هما للمونديال وخرجونا بره التصفيات في اخر لحظه. والتوانسه بيعتبروا ان الماتش ده من اهم الماتشات اللي في تاريخهم، وحقهم، هم فعلا كانوا يستاهلوا الصعود. تذويب عاليه رمات وصل طارق معلومة جانبية، الماتش ده اللي خلى الناس تغير اسم مصطفى يونس لمصطفى تونس. ماتش تونس ده لو لعبنا تونس 10 مرات يغلبونا 12 مرة. أعظم منتخب في تاريخ إفريقيا في هذا التوقيت مصطفى يونس ومصطفى تونس. الله يمسيه بالخير الإعلام الكينيوني لحد أنا بقيت أتريق على نفسي. بنوصل بعد كده لمونديال اسبانيا 82. منتخب مصر بيشارك في التصفيات للمرة الثالثة على التوالي، ودي كانت اسهل واقصر واغرب تصفيات عدت بيها مصر. في الدور التمهيدي، الدور الاول يعني، من المقرر ان احنا نقابل غانا، فقامت غانا انسحبت واحنا بنصعد للدور الثاني من غير ما نلعب. نقابل مين هناك؟ ليبيا، بس ليبيا برضو انسحبوا، وبكده نصعد للمرحلة الثالثة بدون لعب اي مباريات. وهنا بنقابل بقى مين؟ منتخب المغرب، وده اكيد مش هينسحب. ومن ماتش الذهاب المغرب بيخطفوا الفوز في بلادهم. وهذه هي الإصابة المسجلة في هذا اللقاء من طرف عزيز ديف. وكان عندنا امل في التعويض هنا في القاهرة، لكن في ماتش العودة دفاع المنتخب المغربي كان لا يخترق، وخلص الماتش بالتعادل السلبي. وبمجموع اللقاءين طبعا بيخرج منتخب مصر من التصفيات بعد ما لعب ماتشين فقط وما قدرش يسجل ولا هدف. وعشان كده بقول ان ده يعتبر اسوأ النسخ اللي شارك فيها منتخبنا في تصفيات كاس العالم.
تصفيات كاس العالم 86 اللي هيتلعب في المكسيك، المنتخب بيمر بنفس سيناريو التصفيات اللي قبل دي تقريبا، وهنا تغيير دم المنتخب كان مهم جدا لاستقرار الفريق وتعاقب الأجيال، وإن مهما السنين عدت المنتخب لسه قوي وعنده أفراد تدعمه وتخليه يحقق حلم كاس العالم. ظهر معانا لعيبة جديدة تمثل المنتخب زي إبراهيم يوسف وربيع ياسين وجمال عبد الحميد وأيمن يونس وطاهر أبو زيد وعماد سليمان ومجدي عبد الغني وغيرهم، واللي كان بيدربهم كابتن عبده صالح الوحش، وطبعا ده جيل مش محتاج أتكلم عليه. بدأت التصفيات وفي الدور الأول إحنا ضد زيمبابوي. الخطيب شد Już w 9 minucie w zamieszaniu pod bramką Egiptu. بنكسب مرة هنا ونتعادل مرة هناك ونعدي للدور التاني، وفي الدور التاني بنلعب قدام مدغشقر، ماتش صعب في القاهرة هنا بس بنكسب 1-0. ودي تاني بقى يلا ايه ده اللعبة من دقيقة فاتت. وفي العودة مدغشقر هو اللي بيكسبنا بنفس النتيجة، وبنروح لضربات الجزاء عشان نحدد مين هيتأهل فينا. يا سلام في العارضة وتفوز مصر ومنتخبنا الحمد لله بيحسمها ويكسب في الترجيح ويصعد للدور قبل النهائي عشان يقابل المغرب مرة تانية، وهنا معانا فرصة للانتقام والذهاب على أرضنا، مفيش أحسن من كده فرصة بقى. بس للأسف ضيعنا الفرصة وضيعنا فرص كتير وخرجنا متعادلين 0-0، تعادل بطعم هزيمة لأن العودة في المغرب أكيد هتبقى صعبة جدا. وفي مباراة كازابلانكا وفي أجواء مشحونة وصعبة على المصريين، المنتخب المصري بيضيع فرصة تقدم بعد ضياع ضربة جزاء من جمال عبد الحميد. هو وقف لك بطريقه غير اعتياديه وبعدين انت لعبتها جت في القائم. هو راح فين بقى؟ ما انا لعبتها. لا هو اصلا لو حطيتها في اي حته كانت هتخش. انا لما مسكت ضربه الجزاء ولا واحد من اللعيبه اللي كانوا معايا جم قالوا لي هات شاطر، كلهم خافوا جريوا، عشان بعدها على طول المغرب يعاقبنا بهدف يخلي المهمة شبه مستحيلة، وفي نهاية المباراة بيضيفوا هدف تاني وبيكسبوا 2-0، وبيخرج منتخب مصر من التصفيات من الدور قبل النهائي للمرة التانية على التوالي على ايد المغاربة. بعد شوط ضربه الجزاء دي صممت اوصل كاس عالم وابقى كابتن مصر في كاس العالم 90. صممت قلت لازم نروح كاس عالم. الحقبة الزمنية اللي بنتكلم عليها قربت تخلص، ويعتبر منتخبنا وصل للأهداف اللي كان مخطط لها. مرحلة تطوير وبناء ماشية بشكل ثابت ومنتظم، أساطير بتسلم أساطير ولاعيبة كويسة بتسلم لعيبة تانية كويسة، وخبرات كتير بنكتسبها في الرحلة دي، وبيتم توثيق نجاح الفترة دي بفوز المنتخب بأمم أفريقيا 86 بعد آخر مرة من 27 سنة، وبنرجع مرة تانية نتربع على عرش أفريقيا، وكده مش ناقصنا حاجة، مش ناقص حاجة بس غير إن احنا نحقق الحلم العالمي ونتأهل لكأس العالم. وده طبيعي يكون نتيجة الفترة دي اللي كان فيها مواهب وأساطير ومجهود وشغل كبير قوي. كل الحكاية كنا محتاجين وقت عشان نوصل للي احنا عايزينه، والنجاح بيتحقق أكتر بعد ما جه الجنرال محمود الجوهري عشان يعتبر هو اللي دخل حط القطعة الناقصة في منظومة الكرة المصرية عشان نكمل الإنجاز، وده هكمله معاكم في الجزء الثالث إن شاء الله. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقولي رأيك في الكومنتات، وتتفرج على الجزء اللي فات وتعمل سبسكرايب عشان تشوف اللي جاي. يلا أشوفكم على خير، سلام.